عاملين ايه يا حبايب تتنولة؟ وحشتوني. النهاردة هنحكي حكاية سر الزرار الأحمر. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد صغير اسمه سيف، كان فضولي جدا. يعني ايه فضولي؟ يعني بيحب يعرف كل حاجة ويفتح كل حاجة ويسأل عن كل حاجة. وفي يوم ماما كانت بتنظف الدولاب الكبير بتاع جده، وسيف لقي صندوق خشب قديم عليه قفل، ومن ورا الصندوق كان فيه زرار أحمر صغير. سيف قال لنفسه يا ترى الزرار ده بيعمل ايه؟ شكله مهم. بس ماما قالت لي قبل كده ما تضغطش على حاجة انت مش عارف بتعمل ايه. بس الفضول كان أكبر من أي تحذير. قعد يفكر ويفكر، وبالليل لما كل الناس ناموا قام سيف من سريره وراح يضغط على الزرار. ولما ضغط عليه فجأة النور طفى والدنيا ضلمت، والصندوق اتفتح لوحده وطلع منه نور غريب وباب سري صغير. سيف اتفاجئ، بس حس ان في مغامرة ورا الباب ده. دخل جواه ويلاقي نفسه في عالم تاني، أشجار بتتكلم وأرانب لابسة نضارات وسمكة بتطير في الهوا. وقالوا له هناك أهلا يا سيف، انت دلوقتي في عالم الزرار الأحمر. هنا كل حاجة بتشتغل بالأسئلة، وكل ما تسأل أكتر تعرف أسرار أكتر. وفرح سيف وبدأ يسأل إزاي الأشجار بتتكلم، ليه السمك بيطير، إزاي وصلت هنا. وكل ما يسأل يتعلم وتظهر له حاجة جديدة ومعلومة أغرب من التانية. بس قبل ما يمشي الأرنب قال له اسمع يا سيف، الفضول حاجة حلوة بس لو استخدمناه صح. مش لازم نضغط على أي زرار وخلاص، وتسأل في الوقت الصح وبالطريقة الصح. سيف رجع من الباب والصندوق اتقفل والزرار اختفى. ومن يومها بقى سيف دايما يسأل، بس بذكاء وحرص، ويفكر قبل ما يلمس أي حاجة غريبة. وإحنا كمان يا حبايبي نسأل ونتعلم، بس بعقل وأمان.